إدارة النادي الإسماعيلي للحديث عن أمور كتير جدا جدا. طبعا بتخيل إن كل الناس مستنية تعرف إيه الموضوع بتاع مسعد عوض انتهى على إيه. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا كابتن ابراهيم. أخبار حضرتك إيه؟ كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك. وحضرتك طيب. قول لي الأول بس إيه رأيك في الكلام؟ عايزين في حد ضد إنه الجمهور يبقى موجود في أرض الملعب؟ احنا عايزين الناس ترجع كابتن ابراهيم النهارده تقول ان احنا خلاص بقينا مثقفين رياضيا. ابتدينا النهارده عايزين نقف جنب مصر. عايزين نساعد الكوره في مصر ترجع بشكلها الطبيعي. عايزين نقول ان احنا خلاص بدأنا حياه جديده. من رأيي انا النهارده الناس اللي تفكر في مشكله صغيره جدا لازم يتحاسب. لازم يعرف ان قيمه مصر دي كبيره جدا. النهارده انا مش هرضخ لحد النهارده يقدر يسبب مشكله في الرياضه في مصر. صحيح. الناس مش باصه النهارده منتخب مصر بيكسب في 5 ماتشات، بياخد 15 بونت واول مجموعه وعايز يوصل لكاس العالم. عايزين نثقف نفسنا شويه، عايزين نقول لمصر احنا راجعين بشكل كويس، شكل منظم يقدر يخلي الناس تحط رجليها النهارده في الملعب وهي مبسوطه. مش رايح اعمل مشكله عشان خاطر نادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او الكلام ده. انا عايز النهارده نقول خلاص احنا عايزين نبدا صفحه جديده في النشاط الرياضي. لغايه امتى هنبقى في مشاكل؟ يعني انا سمعت حلقتك امبارح وقرارات بتاعت اتحاد الكوره والناس بتجتمع النهارده عشان خاطر مصلحه الكوره في مصر. صحيح. لازم نساند، لازم الناس تقف جنب بعض. ماليش دعوه باشخاص، انا النهارده انا ليا دعوه بالبلد. الدوله النهارده هتوصل لفين في المشاكل دي؟ انا مش عارف بكره هلعب اكمل دوري ولا لا. ما هو ده السؤال، ده السؤال يا كابتن اللي احنا طرحينه للناس. تخيل الناس برضه هي كمان مش عارفه في دوري هيكمل ولا لا، واحنا مش عارفين. مش فاهمه الناس لازم ترجع لزمان. يعني انا النهارده باسم النادي الاسماعيلي بعمل توأمه ما بينه وبين بورسعيد وبين السويس. عايز الم المناطق بتاعتي. عايز النادي الاسماعيلي النهارده بيمثل مصر افريقيا، يبقى كل ال3 4 محافظات حواليه. منتخب السويس عنده النهارده ماتش عشان نسانده، لازم نروح له. النادي المصري يرجع تاني للدوري وعايز يلعب في النادي الاسماعيلي على دماغنا من فوق. عايزين الامور تبقى طبيعيه بيننا وبين بعض. مش عايزين مشاكل. خلاص احنا بقالنا 2.5 سنين تعبنا من المشاكل. الواحد بيقفل التلفزيون دلوقتي ومش عايز يسمع حاجه. خلاص يعني احساسك بالاحباط بقى حاجه ما يعلم بها الا ربنا. طيب لا الوضع صعب جدا يا كابتن ابراهيم. صحيح. كابتن عايز اسال حضرتك ايه موضوع مسعد عوض خلص على ايه؟ وسمعنا مسعد عوض خلص واتنقل النهارده رسمي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بعت شيكات واستلمناها والحمد لله الامور خلصت. يعني كام الدفع كام مصر كلها؟ اتفضل. اقول انا النهارده ان انا عندي 5 حراس مرمى كويسين. انا كمجلس اداره ما اقدرش اتصرف غير لما اخد قرار من الجهاز الفني. الراجل ده انت عايزه ولا لا؟ صرف النظر ان هو يلعب كاس عالم او يلعب كاس افريقيا او الكلام ده. ايوه. فرصته جوه النادي الاسماعيلي ضعيفه. يعني انا عندي صبحي وعندي عواد وعندي طلبه وعندي شكري وعندي محمد ابراهيم، عندي كتير، عندي لعيبه كتير. فلما اخد قرار زي النهارده باخده بناء على رغبه الجهاز الفني ان الراجل ده فرصته بعيد. والراجل ده مش ماضي مع النادي الاسماعيلي. النهارده الحاج محمد ابو سعود عمل حاجه محترمه جدا 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 للنادي الاسماعيلي تحسب له. اللي هي ايه بقى؟ جاب الراجل وكيل اعماله وعمل عقد بينه وبين وكيل اعماله ان الراجل ده لازم النادي الاسماعيلي في خلال الفتره بتاعته يستفاد منه. انا بقول ده انجاز للنادي ان الراجل النهارده يبيع لعيب. مش من حق النادي الاسماعيلي بمليون. هو مش انجاز بقدر ما هو انجاز. انا النهارده لو هقول لك يا كابتن بقدر ما هو اصلاح خطا. هو اصلاح خطا ما وقع فيه قبل كده. لو الحاج محمد ابو سعود موجود في مشكله محمود وحيد وجاب وكيل اعماله وعمل معاه عقد ما كان دخل فلوس للنادي الاسماعيلي. احنا نتكلم اللي لينا واللي علينا. انا النهارده الراجل ده بالظبط هو عقده زي محمود وحيد. لا انا ما قصدتش اقلل من ما قام به سياده العميد، لكن انا قصدت اقول لحضرتك انه اصلح ما افسده مجلس اداره سابق. كلام محترم. هو ده اللي انا اقصد اقوله. يعني لا اقلل طبعا، لا اقلل على الاطلاق. انا النهارده بس عايز اقول للناس المعترضه جوه مجلس اداره على بيع مسعد عوض هو من حقك. انت بتعترض عليه. لو انت قادر تدفع للنادي فلوس او تساعد النادي ماديا اعترض وقعد اللعيبه ديت. صحيح. عايزين نقول الرؤيه الواضحه لجمهور اسماعيليه. الناس المحبه للنادي الاسماعيلي. لازم كلنا نتكاتف على المصلحه الواحده. طيب خلصتوا اخر سؤال معلش انا اسف ان انا بطول على حضرتك. اخر سؤال، مسعد عوض مضى لمده قد ايه في النادي الاهلي ومقابل قد ايه؟
لا هو خلاص مسعد عوض حقه انتقاله للنادي الاهلي 1,200,000 جنيه. احنا استلمنا النهارده 700,000 جنيه. 700,000 جنيه هتاخدوا الباقي امتى؟ يعني على ما اعتقد على دفعات، على دفعتين، شهر 9 وشهر 11. طيب ده بيفتح الباب، لانه سياده العميد كان معاه قبل كده في مداخله وقال ان هم ده هيفتح الباب للتفاوض مع النادي الاهلي في لعيبه من النادي الاهلي هيتم السماح ليهم ان هم موجودين في النادي الاسماعيلي. انا كده بتكلم كلام مظبوط ولا لا؟ كلام مظبوط مليون في المية. ايه الاسماء؟ ما بلاش نسبق الاحداث. ده هيبقى ده في احنا طمعانين في كرم النادي الاهلي اصلا. لا ما هو ده هيبقى كويس قوي، لانه في التوقيت ده انت حضرتك فاهمني كويس جدا جدا بالنسبه للاسماعيليه، فكره انه لما لعيب ينتقل من الاسماعيلي الى النادي الاهلي ويبقى هناك رد لهذا الامر، هو ده اللي انا بقصده يعني. انا قلت لك يا كابتن ابراهيم في بدايه الكلام، عايزين نبقى ناس رياضيين مثقفين. النادي الاسماعيلي بقى له 10 سنين ما خدش كاس الرئيس. وكام لعيب مشي من النادي الاسماعيلي وكام لعيب جه؟ كام لعيب من النادي الاهلي هتاخدوهم؟ على ما اعتقد 2 لعيبه ان شاء الله. 2 لعيبه؟ شباب ولا لعيبه كبار؟ بين البنين. بين البنين. انا بشكرك